السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ بصوا هنتكلم على الانجليزي النهارده. تمام، هنتكلم على مشاكلكم فيه. بصوا، قبل بس ما ابدا اتكلم عن الانجليزي عايز اقول لكم حاجه. انا هعمل لكم قناه على تليجرام. تمام، القناه دي هنزل عليها لينكات الفيديوهات بتاعت اليوتيوب. هتابع معاكم بقى شخصيا، حرفيا كل اسئلتكم لحد اخر السنه. اي يعني اللي عايز اي سؤال ينزله على الجروب بتاع القناه باذن الله. تمام، وانا هرد عليه بريكورد او بفيديو حتى لو عايزه، لو لقيت الموضوع مثلا كبير، او هرد عليه برساله. وبقى في حاجات كتير قوي بصراحه هعملها لكم، ناوي اعملها باذن الله يعني. بس انتوا بس يعني ايه، همتكم معايا بقى يعني. لو باذن الله لقيت عدد كبير بصراحه لا هعملها يعني، لان الحاجات دي كنت بعملها مع زمايلي في كليه الطب يعني بصراحه، ونجحت نجاح غريب يعني ان شاء الله. من ضمن الحاجات دي باذن الله ممكن نعمل جلسات مذاكره، اللي هو زي ستاد ويز مي مثلا، كنت بعملها مع زمايلي لحد دلوقتي مستمر وبعملها معاهم، وما شاء الله يعني جميله جدا. ممكن حتى ادخل زمايلي اللي في الكليه معايا، يبقى يعني في الجروب، يبقى احنا وانتوا كده، ويبقى حاجه كويسه برضو. هعملوك في حاجات كتير قوي جميله بصراحه عايز اعملها يعني. بس يعني ايه، بس شجعوني انتوا يعني. تمام، لان يعني برضو الموضوع ده هيعتمد بصراحه على العدد بتاعكم يعني على الجروب يعني. فانتوا برضو ايه، انا هحط لكم اللينك تحت كده، وانتوا دخلوا بعض برضو. ماشي، نبدا بقى في الفيديو على طول يعني. بصوا، احنا عندنا الانجليزي مقسم لكذا مشكله. مشاكل اساسيه ما بتطلعش عنها يعني. اول حاجه الكلمات. بصوا يا شباب، انا عشان اوصل لك مدى تفاهه المشكله واشرح لك تفاهه المشكله كانت معايا عامله ازاي يعني. انا كنت اكتر واحد بنسى كلمات، واكتر واحد ما بحبش احفظ كلمات. دي كانت حاجه غريبه يعني. ماشي، اتعاملت بقى معاها ازاي؟ بص، يعني لما دخلت الكليه، كليه الطب السنه دي، اتصدمت صدمه ساحقه من كميه الكلام الانجليزي، والاسئله كلها بالانجليزي، والشرح كله بالانجليزي، والكتاب مدروس مفيش كلمه عربي حرفيا. فالموضوع كان صعب قوي بصراحه، مقرف يعني في الاول. بس عرفت بعد كده الموضوع بصراحه بالممارسه وبتغيير عقليتك انت يعني. انت عقليتك اصلا، انت مبرمج دماغك على يعني ايه، على حاجه معينه يعني. انا لو اديتك منهج بتاع الثانويه العامه، اديتك ضعفه مرتين ثلاثه هتخلصه يعني. انا بقول لك انت هتخلصه قبل الامتحانات عادي جدا. لو اديتك المنهج اللي انت عليك ده، لو اديتك منه ماده واحده بس، قلت لك هتمتحن عليها السنه دي، برضه هتخلصها. تمام، وفي الحالتين هتصيح، وفي الحالتين هتقول المشكله ومش عارف ايه وكده. طب يا عم، ايه علاقه الكلام ده كله بحفظ الانجليزي؟ انت بتتوهنا ولا ايه؟ عايز اقول لك ان انا وكل زمايلي في الكليه مثلا، انا بتكلم على كليه الطب لان كليه الطب من الكليات هي وبعض الكليات يعني اللي معتمده على الانجليزي بشكل كامل. مفيش يعني، نادرا جدا لما هتلاقي كلمه عربي كده في الكتاب يعني، والامتحانات كلها بالانجليزي. فانا عايز اعرفك ان انا وزمايلي ما خدناش كورسات. تمام، ومعانا لسه في سنه اولى اهو، ترم تاني، ما خدناش كورسات ولا اي حاجه. والكتاب كله والكميه بصراحه كميه اضعاف ثالثه ثانوي، اضعاف حرفيا يعني. بناخد مثلا المناعه اللي انتوا بتاخدوها دي في كتب، ماشي، واحنا لسه في سنه اولى. ولا الموضوع لذيذ وبنخلصه عادي. ليه بقى؟ لان انا كنت باخد الكلمه. هقول لك بقى مشكلتك بقى يا صاحبي، انت كنت بتاخد الكلمه انت. وبصراحه دي برضو يعني اعاقه وحشه قوي من الكتب ذات نفسها. الكتب ذات نفسها هي اللي بتعمل لك المشكله. انت بتاخد مثلا يونت 1، بتلاقي بارت 1 بارت 2 بارت 3 مثلا. كل بارت موجود فيه كلمات محطوطه، كلمه قدامها بالعربي، الكلمه والعربي بتاعها، الكلمه والعربي بتاعها، فانت بتقعد تصم. انت مهما كنت مين هتنسى، اصل انت بتحفظ حاجه، بتحفظها وخلاص. الحل اللي انا متاكد ان انت سمعته، تمام، اللي انت هتعمل ايه، هتربط الكلمه بجمله. ماشي، ده حل. انا هقول لك كذا حل. هتربط الكلمه بجمله. تمام، ادي ده حل. الحل التاني، طب استني بس، الحل الاول ده هربطها بجمله ازاي؟ بص يا عم، انت عندك الحل ده كان بعيد قوي عن دماغي، وكان كله بيقوله لي، او مش كله بصراحه، الناس الشاطره قوي قوي اللي كانت بتقول لي على الحل ده. كنت انت بقى بتعمل ايه؟ انت بتدخل بتلاقي بعد الكلمات بتلاقي في قطعه موجوده في البارت. طب ما حدش بيقرا القطعه دي، اراهنك اذا كان حد بيقراها اصلا يعني. ولو مدرس قرا قطعه فعمره ما بيقرا بقى القطعه اللي موجوده في الكتاب يعني. تمام، انت القطعه دي تاخدها، هات الكلمه اللي انت دايما بتنساها، طلعها من القطعه. ما هو القطعه، انا عايز بس اوصل لكم حاجه يا شباب انتوا مش واخدين بالكم منها. الكلمات اللي عليك في المنهج دي
هي مش كلمات حاطينها وخلاص، الكلمات دي موجوده في قطعه اصلا، هو بيطلعها لك من القطعه وبيحطها لك كده، بيصفيها لك، بيقول لك احفظها. يعني هو بالظبط لو حتى ما حطلكش الكلمات دي، هيجي يقول لك ايه مثلا، يجي يقول لك انت بارت 1 في قطعتين، الكلمات الغريبه احفظها في القطعتين دول. هو بدل ما بيعمل منك الليله دي بيقول لك ايه، بيطلع لك الكلمات الغريبه دي من القطعه، مش عارف انت فاهمني ولا لا، بس انا بحاول اوصل لك الفكره يعني. تمام. بيطلع لك الكلمات الغريبه دي، بيحطها لك في البارت كده ويقول لك احفظ الكلمات دي. انت بتعمل ايه؟ بتحفظ الكلمات بس. ده اللي انت بتعمله. مع ان انت لو صفحت كمان يعني لو قلبت كده وقلبت كمان صفحتين، هتلاقي فيه قطعتين عندك في في البارت اللي انت بتذاكر منه، موجود فيه كل الكلمات اللي انت قاعد بتحفظها من ساعتها. فانت اقرا القطعه مره، اقراها، حاول تقراها يا عم، ترجمها بترجمه جوجل، بس تعالى عند الكلمه، تعالى عند الكلمه اللي انت دايما بتنساها، اقراها بالانجليزي وحاول يعني ايه، حاول تفهمها بالانجليزي، فاهم؟ حاول تدخل، حاول تربطها بجمله. تمام. اربطها بقصه. انا دايما الكلمه اللي بلاقيها صعبه قوي بربطها بقصه. مثلا ساعات بمسك الكلمه اقسمها اجزاء، كل 3 4 حروف مع بعض، وساعات كنت بمسك الجزء ذات نفسه، مثلا conservation مثلا، كنت اللي هو كون، اللي هو جاي من كان بامر حد بقول له كون مثلا، يعني عارف، لو بحول المقطع لجمله او لكلمه بالعربي. فحتى ساعات كنت بعمل يعني ايه، تحس ان في موسيقى كده في الكلمه مثلا، او حاجه زي كده يعني. دي هتيجي معاك مع الوقت والبصمجه يعني. الناس اللي بتبصمج عارفه الحاجات دي بصراحه يعني. حاجه برضو تانية، بص، الكلمات اللي انت بتتوه فيها قوي ودايما معصلجه معاك، انا بقى كنت بعمل ايه بقى؟ كنت بجيب ستيكي نوت. تمام. الستيكي نوتس بجيبها وبكتب عليها الكلمات الصعبه بالنسبه لي. كنت بكتب كده يعني. انا فاكر دايما كنت بجيب ورق A4. انا كنت حرفيا الورقه، الحيطه كانت قدامي ايام ثانويه عامه كانت كده. كانت كل ورقه كانت اليونت، كنت معلق 12 ورقه على الحيطه، كل ورقه كاتب فيها الكلمات اللي دايما بنساها. تمام. وقاسم الورقه، انا فاكرها والله لحد دلوقتي، قاسم الورقه 3 اجزاء، صف طويل بارت 1 وصف طويل بارت 2 وصف ثالث كان بيبقى اللي هو عارف انت مثلا ايه، اللي هو بيبقى الكلمه مع حرف الجر بتاعها سينونيم، او اللي هو كان اسمها ايه، اللي هو عارف انت الكلمات اللي بتبقى متشابهه في الكونزرفيشن وكونفرزيشن، عارف انت مثلا حاجات زي كده. عارف ليه ايه الكلمات اللي هي اللي بتكونش ليها علاقه بالبارت قوي، بس متداوله كتير في الوحده يعني. تمام. بس يعني فانا كنت بعلقها دايما، كنت معلق ال 12 ورقه. كنت بقى باجي اعمل ايه كل اسبوع مثلا، جاي هم 12 ورقه على الحيط، جاي قاريهم، بياخدوا معايا بالظبط تلت ساعه مثلا. انت رجعت على كلمات ال 12 واحده في تلت ساعه، ده انت يعني ايه الجبروت انت فيه ده؟ فالموضوع بيبقى جميل بصراحه. فانت اعمل كده يعني، اعمل كده، الموضوع هيبقى لذيذ بجد يعني، انا بوعدك هيبقى لذيذ. يعني ما اعتقدش هيبقى معاك مشكله تاني بصراحه في الكلمات. عايز بس انصحك اقول لك حاجه، انت هتيجي في اخر السنه في امتحان الانجليزي هتلاقي فيه كلمات جديده، ومش هتلاقيها يعني، مش هتكون خدتها قبل كده اصلا، او ممكن تكون خدتها ونسيها. فيعني دي حاجه انا بقول لك 100% هتقابلها. تمام. فانت بقى ايه هتتعامل معاها ازاي؟ تتعامل معاها بمنهج الدكاتره قالوا لنا حتى في الجامعه، وده بقى انا كان نفسي اعرفه بصراحه، اللي انت حاول مش كل حاجه تترجمها. وحتى في اساتذه بتقول لك حتى المعلومه دي، في اساتذه وانا بيقول المعلومه دي بصراحه ربنا يبارك لهم. انت لما يجي لك قطعه، انا هتكلم بعد كده الفيديو الجاي ازاي تتعامل مع القطعه يعني، الكلام اللي فيها تمام هتتعامل معاه ازاي؟ انت اكيد يعني مش 100% انت عارف كل الكلام بالانجليزي فيها، بس انت بتحاول تستنبط معنى الكلمه، تستنبطها. ما استنبطتهاش بس حاسس ان هي مش هتفرق قوي معاك، طنشها. انت مش انا عايزك بس تاخد بالك، انت مش هتدخل الامتحان بترجمه جوجل، انت هتدخل الامتحان معكش اي حاجه غير قلمك والورقه اللي انت بتمتحن فيها. فانت حاول تعرف، عارف انت، حاول تقرا القطعه وتحاول الكلمات اللي انت مش عارف تقراها او مش عارف تفهمها او مش عارف ترجمتها ايه، حاول تفهمها من سياق الجمله، حاول تفهم بتتكلم عن ايه. تمام. وفي حاجات يا شباب يعني، في حاجات انت بتلاحظها اصلا يعني، انت ممكن وانت بتقرا تلاحظ يعني، مثلا حتى في الاختيارات مثلا، ممكن مثلا تلاقي حرف مثلا جايب لك في الام سي كيو 4 اختيارات. تمام. فتلاقي مثلا بيقول لك جو تو مثلا، تمام، او يعني جايب لك حرف الجر تو، هتلاقي اصلا فوق بعض النقط موجود
فيرب في اي ان جي. ده في حاله اذا كان الفعل اللي تحت في الاختيارات انت عارف اللي هو لو جه معاه تو مش هيجي بعده اي ان جي، لان في حاجات طبعا بيجي بعدها بعد تو اي ان جي، يعني انتوا عارفين الكلام ده يعني في يونت 5 طبعا انا عارف يعني تلاقيها مغلباكم ماشي. فانت ايه، فانت هتتعامل معاها ازاي؟ يعني دي حاجه بقى يعني حاجه بالذكاء شويه، يعني انت اكيد تو مش هيجي بعدها حاجه اي ان جي، فانت هتعمل ايه؟ فانت هتستبعد الحاجه دي، مع ان حتى انت مش عارف هي بتتكلم عن ايه، او مش عارف او ناسي معنى الكلمه دي، بس انت بتحاول تتعامل مع على السؤال اللي قدامك بذكاء شويه. تمام، تحاول تتعامل مع السؤال بذكاء، وما تقراش الاختيارات كده وخلاص وتحط اي حاجه. حاول بص اتلكك للسؤال، حاول تطلع اي حاجه تخليك تستبعد الاختيار سي او دي او ايه، عشان تطلع مثلا اللي في الاخر بي صح او كده يعني. تمام، دي يعني ده الكلام اللي بصراحه انا كنت عايز اتكلم عنه في الكلمات، يعني لان في كذا حد متكلم عن مشكله الكلمات يعني.